الكريم في هذه البلاد المباركة. شيخ ياسر، أهلا وسهلا بك معنا في منبر الحرم. حياكم الله واهلا وسهلا. نعم شيخ ياسر، بداية هذا يعني مداخلتكم المباركة، دعونا نتحدث عن واجب الأمة الإسلامية تجاه دستورها، تجاه هذا القرآن العظيم الذي يعني جاء من 7 سماوات وهو كلام الله عز وجل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نبارك لكم هذا البرنامج النوعي الهادف والذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيه البركة. ثانيا أحيي فضيلة الشيخ عادل الكلباني، والذي حقيقة نعتبره هامة من هامات الإمامة في منطقة الرياض. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا وله القصد ويوفقنا وإياه. اسمحوا لي أن نتناول يعني هذه المداخلة أو هذا المحور بصورة قد تكون مختلفة نوعا ما. أنا أعتقد بأن في حل أي أزمة من الأزمات أو أي قضية من القضايا يجب علينا أن نتوجه مباشرة إلى الأصل وأن نترك الفروع، لأن الفرع إذا قصصته فإن هذا الفرع يخرج بدلا عنه فرع آخر. لكن يجب علينا أن نتوجه إلى الأصل مباشرة. أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان جعل فيه خاصية الإيمان بالغيب، بل إن أكثر أمور ديننا التي موعودون نحن بها من جنة ومن وعيد وتخويف من النار، بل إن الله سبحانه وتعالى نفسه الذي خلقنا هو بالنسبة لنا أمر الغيب لا نطلع عليه. لذلك أعظم ابتلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى به الإنسان أن حجب الله نفسه عن الإنسان. وأعظم دليل على وجود الخالق هو الله، هو الإنسان ذاته. كثير من الصور التي نراها اليوم أمامنا، أو الصورة التي نراها الآن أمامنا في الشارع أو في بيتنا أو في العمل أو في الدوام أو في أي مكان، هي ليست الصورة الكاملة، هي ليست الصورة الحقيقية التي نراها، وإنما هذه صورة جعل الله سبحانه وتعالى لنا قدرة معينة نستطيع أن ننظر إلى هذه الصورة. أما ما خلف هذه الصورة فإنه محجوب عنا. يعني مثلا الملائكة، هذا عالم محجوب عنا، عالم الجن هذا عالم محجوب عنا، الجنة هنا عالم محجوب عنا، الحسنات والسيئات أمور غيبية ليست محسوسة. مشكلتنا الحقيقية أنا أرى في وجهة نظري أننا لما صارت مقاييسنا ومعاييرنا مبنية ومستوحاة من هذه من هذه الصورة التي نعيشها، وتركنا الصور الخلفية، تركنا الصورة الحقيقية التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، صار عندنا الخلل وصار عندنا الإشكال. لذلك أعتقد بأن التشخيص الدقيق لحال الأمة اليوم ومشكلتها الحقيقية هو في أزمتها في الإيمان. وأعظم سبب في حصول هذه الأزمة هو بعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا حل ولا سبيل ولا منجاة لا لهذه الأمة ولا حل بكثير من مشاكلنا وأزماتنا التي نعيشها الأمة ويعيشها العالم اليوم إلا بالعودة لكتاب الله. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مثلا أزمة المياه في العالم، إن كان البشر يظنون أنهم سيحلون هذه الأزمة بأنفسهم وبذواتهم فهم مساكين، لأن سنة الله سبحانه وتعالى في الأرض كما قررها النبي وقررها الأنبياء من قبله هي بالعودة إلى كتاب الله وبالاستغفار. فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا، فلا سبيل الى ذلك الا بتطبيق هذه السنه. انا اعطف بعد ذلك الى يا اخي دعوه، استغل هذه المناسبه لدعوه نفسي ودعوه اهل العلم ودعوه الخطباء والائمه وكل من فتح الله عليهم بشكل عام في دعوه الناس، واهل القران واهل التفسير بشكل خاص. انا ادعوهم الى اعداد برامج تاهيليه ضخمه لاعاده الامه من جديد، واعاده بنائها الايماني، بنائها الروحي، وتعلقها بالله سبحانه وتعالى، وربطها بالمعين الذي لا ينضبط. خطابنا الديني، خطابنا الشرعي، خطابنا الدعوي يجب أن نتوجه إلى ذلك، أن يكون أساسنا ومنطلقنا ومنطلقاتنا كلها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وما حصل إلا ببعدنا عن كتاب الله. يجب أن تتضافر الجهود، يجب أن نوظف طاقاتنا إلى ذلك. أخي الكريم، لدينا نماذج مشرقة أنا أحب أن أعطف إليها ثم أنتهي. لدينا نماذج مشرقة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ووفقه ورحمه وسلم سبحانه وتعالى يسر له والعلماء المسلمين. هذا الرجل عاش في رؤية واضحة هي إعادة الأمة إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد حقق نجاحات كبيرة لبسناها اليوم ونعيش في ظلال. قراءات الشيخ كانت رائعة وكانت مبدعة في سبيل هذا. الشيخ عبد الرحمن طيار رحمه الله كان
عنده رؤية إعادة الناس لكتاب الله سبحانه وتعالى، ونجح نجاحا باهرا، وكان يقول كلمته الخالدة: أنا سأعيش وأنا رئيس الجمعية الخيرية، وسأموت وأنا رئيس الجمعية الخيرية. وفعلا حقق ما حقق. وانظر إلى المخرجات التي أخرجها ذلك الإمام. وانظر أيضا يا أخي الكريم إلى نقطة أن الرجل كيف انتزع نفسه من الواقع، من المجتمع الذي يعيش فيه، لينطلق لإصلاح الأمة بعملية إصلاحية. شيخ ياسر، آخر منعطف، اسمح لي في هذه النصف دقيقة. كل ذلك ما كان يتأتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لا للشيخ عبد العزيز بن باز ولا الفريان ولا برامجنا في تعليم القرآن، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود هذه الدولة المباركة وفقها الله، التي لها قدم السبق في ذلك. ثم على الصعيد الشخصي يجب أن الإنسان يعني يكون له حزبه اليومي، كما كان ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يقول كلمته الخالدة، يقول: تلك غدوتي ولولا ما تغدها لخارت قواي. إذا أردنا أن نبني الأمة سنحتاج إلى زمن طويل، سنحتاج إلى مدة زمنية طويلة، لن يكون هذا في يوم وليلة. أول خطوة إليها هو عودة لكتاب الله وإصلاح ذواتنا، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشيخ ياسر بن راشد الدوسري القارئ المعروف، شكرا جزيلا لك. في ظرف نصف دقيقة فضيلة الشيخ كنت قد تحدثت عن دور حلقة تحفيظ القرآن الكريم في خدمة كتاب الله عز وجل. هو أنا ما دام نصف دقيقة في ذهني